السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم في قناتي كريزي فاميلي. جايلكم النهاردة بفيديو جديد. النهاردة هنعمل مع بعض الكشري المصري بالطريقة الأصلية، طريقة سهلة وبسيطة زي بتاعة المحلات، بس أهم حاجة هتكون ألذ وأطعم كشري أكلته. يلا نبدأ الفيديو، وقبل ما نبدأ عاوزاكم تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وما تنسوش لو لسه ما اشتركتوش في القناة تشتركي فضلا وليس أمرا. ونقول بسم الله. أول حاجة، انا هنا معايا عدس، والعدس هنقعه عشان يعني ما ياخدش وقت في السوا، يستوي بسرعة مع الرز. ومعايا مكرونة بشكلين، ويفضل ان هي تكون الصغيرة، ومكرونة سباكيتي بس انا بصراحة ما حطيتش. ومعايا شعرية، ومعايا بصل، ودي طماطم كنت مفرزاها، ومعايا برطمان صلصة. وده رز انا مش نقعاه، انا غسلته بس لحد ما المية بتاعته بقت شفافة. ومعايا حمص ينقع من بالليل. هنا بوريكم ان انا نقعت العدس، ومعايا مية حطها للمكرونة. معايا دلوقتي حلة حطيت فيها زيت ونزلت بيها بالشعرية، وهبتدي اقلب لحد ما تديني اللون الذهبي او بني فاتح. هو ده اللون اللي انا عايزاه، ما يكونش غامق قوي ولا فاتح قوي، يكون كده. وهبتدي دلوقتي ان انا هنزل عليها الرز، وهقعد اقلب الرز مع الشعرية لحد الرز ما يتشمع بالزيت، عشان يديكي رز يكون مفلفل. اول ما احس ان هو اتشمع بالزيت هبتدي انزل عليه بالعدس. والعدس هنا انا بوريكم ان هو نفش من ان انا كنت ناقعه في ميه. ولو ما نقعتيهوش حطيه شويه، لو ما نقعتيهوش ساعه او ساعتين حطيه شويه في ميه سخنه. هنزل عليهم بالملح والفلفل، بعد كده هحط الميه السخنه، وما تكتريهاش، يعني يا دوبك تبقى مغطيه بس الرز يبقى باين. ومعايا هنا بصلتين عاملاهم حلقات، يفضل يكونوا رفيعين عشان تقرمش بس معاكي. وعملتهم في منديل لحد ما المية بتاعتهم راحت. دلوقتي بنزل عليهم بمعلقة دقيق ومعلقة نشا عشان تسحب اي مية فيه، وأقلبهم كويس فيها. هكون مسخنة زيت على النار، وهنزل بالبصل فيها، وهوطي النار عليه عشان ما يتحرقش مني. انا عايزاه يديني اللون الذهبي، وطلعيه ما تقلقيش وهو لونه ذهبي هيقرمش برضه. انا هنا حاطه الحمص يتسلق، وهبتدي اسحب الريم اللي عليه اول ما يغلي. ودي ميه المكرونه. دلوقتي هبتدي ان انا انزل بالمكرونه، هنزل معاها بشويه زيت عشان ما تلزقش في بعض. وهنا هحط حله على النار وفيها زيت عشان ابتدي ان انا احضر الصلصه. حطيت عليها البصله، وهنزل بالطماطم اللي انا مفرزاها،
والطماطم انا حاطه لها توم، واحط معلقه صلصه، والتوابل بتاعتي كمون وبابريكا، فلفل اسود وملح. دلوقتي ده البصل لسه شويه. حطيت طاسه فيها زيت ونزلت عليها بالثوم عشان ابتدي احضر الدقه. اول ما يصفر معايا هنزل بالخل، وبرضو بهاراتها كمون وفلفل وملح. وعشان ما تبقاش مركزة قوي هزود لها كوباية مية واسيبها لحد ما تغلي. دلوقتي هبتدي اعمل الشطة. زيت وحطيت عليه معلقتين صلصة، وهنزل بالبهارات بتاعته، ملح وكمون وفلفل وبابريكا وشطة، والشطة تبع الرغبة. وافضل اقلب فيها لحد ما يتحمص، تبتدي ريحته تطلع. اول ما يتحمص معايا هبتدي انزل عليه بشوية دقة من اللي انا عاملاها، ونسيبها لحد ما تغلي. ودلوقتي اول ما غليت معانا بتكون شطة قوي، والبابريكا والصلصة بتديها اللون الاحمر. انا دلوقتي هنا كنت غرفت الطبق وبحط عليه الصلصة بتاعته. انا بحط الحمص بتاعه وهحط له الدقة والشطة، والشطة برضو حسب رغبتك، لو انتي بتحبيه بالشطة حطي شطة وزودي. وبجد كان طعمه حلو قوي، ياريت تجربيه وتقوليلي رأيك. وهنا اكون خلصت معاكي الفيديو، يا رب يكون عجبكم. ياريت ما تنسونيش باللايك والشير وتشتركي في القناة عشان يوصلك كل جديد مني. دلوقتي انا كنت بدوق، بجد حلو قوي. جربوا الطريقة دي واسيبكم في حفظ الله ورعايته. مع السلامة.